العقاب جزء منه قلة حيلة عند الأهل إن هم يقدروا بمنتهى القوة يدوا لأولادهم المسؤولية. يعني إيه أدي مسؤولية؟ يعني أقول له بص يا حبيبي، أنت دلوقتي أنا خلصت دراستي خلاص ونجحت واشتغلت، دراستك دي ليك، وهتيجوا تقولوا لي، ما هيقولوا لي حلوة قوي، ما مش عاوزين خالص. ما هي ما بتجيش كده، بتيجي لما أنت بتكون صادق جواك إنك فعلا عاوز تدي لابنك أو لبنتك المسؤولية، إن هم يبدأوا يتحملوا عواقب أفعالهم. يعني لكل فعل هيكون في رد فعل، لكل نتيجة في سبب، والسبب مهم انك تعرفه انه عنده هو، علشان هو اللي يبدأ يتعامل معاه. مهم يبدأ يعرف ان زي ما هو هيتصرف بدماغه هيشرب هذا التصرف. هيبدأ يفهم واحدة واحدة. واختاروا حاجات يا جماعة لما نيجي نبدأ بالحاجات الصغيرة شوية. يعني مثلا ممكن حاجة بسيطة زي غسيل السنان، حاجه بسيطه زي ان انت البس الشبشب وانت ماشي في البيت. ممكن جدا نبدا اقول له بص، انا ما فيش مشكله، انت عايز تمشي حافي امشي حافي، بس انا مش مسؤوله لو جالك برد. وانا يبقى جوايا عارفه ان جزء من مشيانه حافي ده ممكن تكون مناعه له. ممكن ان هو بيغسل يقول له انت اللي هتسوس. فلو انت سنانك هتسوس، مهم قوي ان انت تتحمل هذه العاقبه.